بعد وفاة سيدنا آدم عليه السلام البشر فضلوا يعيشوا على عبادة التوحيد، فضلوا يعيشوا على عبادة الله سبحانه وتعالى، وما كانش بيشركوا بربنا سبحانه وتعالى ولا كان في أي عبادة تانية غير ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عباس قال إن الناس استمروا على عبادة ربنا سبحانه وتعالى وتوحيده 10 قرون بعد وفاة سيدنا آدم عليه السلام. وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات إن ربنا سبحانه وتعالى توفى سيدنا إدريس عليه السلام في السماء الرابعة. بعد وفاة سيدنا إدريس عليه السلام ظهر 5 رجال صالحين مصلحين. ال5 رجال دول كانوا رجال أتقياء، كانوا رجال صالحين مصلحين بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وبيوجهوا الناس ناحية عبادة ربنا سبحانه وتعالى. كانوا بيعلموا الناس ازاي يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وازاي يطيعوه وازاي يحمدوه وازاي يصلوا. بيدعوا الناس ان هم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ويعملوا الاعمال الصالحة ويبعدوا عن كل خطوات الشيطان، كل خطوات الشيطان اللي بتوديهم ناحية المعاصي والشهوات. ال5 رجال دول كان اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. كانوا 5 رجال صالحين مصلحين، ويقال والله اعلم ان هم كانوا تلاميذ سيدنا ادريس عليه السلام، والله اعلم. ال5 رجال دول كانوا في الفترة اللي ما بين سيدنا إدريس عليه السلام وسيدنا نوح عليه السلام، فضلوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ويدعوا الناس لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. وال5 رجال دول كان كل واحد فيهم ليه مجلس، كان بيجمع الناس حواليه ويفضل يعلمهم عبادة ربنا سبحانه وتعالى ويذكرهم بربنا سبحانه وتعالى. كان بيقربهم لربنا وبيعلمهم كل الأعمال الصالحة اللي جت على سيدنا آدم وسيدنا شيس وسيدنا إدريس عليه السلام. كانوا بيعلموا الناس إزاي يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وإزاي يصلوا، ازاي يطيعوه، ازاي يتجنبوا خطوات الشيطان ويتجنبوا المعاصي والشهوات. كل واحد فيهم كان بيسافر لمدينه او قريه ويبدا يجمع الناس حواليه ويعلمهم كل الاعمال الصالحه. ال5 رجال دول كانوا محبوبين جدا، كل البشر في الوقت ده كانوا بيحبوا يحضروا المجالس بتاعتهم، كانوا بيحبوا يسمعوهم عشان هم كانوا بيفكرهم بربنا سبحانه وتعالى وبيوجهوهم ناحيه طاعه ربنا سبحانه وتعالى. فهم كانوا محبوبين جدا والناس كانوا بيحبوهم جدا. في الوقت ده ابليس كان واقف وبيراقب كل الاعمال الصالحه دي، كان بيراقب المجالس بتاع ال5 رجال الصالحين ومستني اللحظه المناسبه اللي هيخش فيها. ابليس كان مستني اللحظه المناسبه اللي هينشر فيها الضلال، اللي هينشر فيها خطواته لحد ما يبعد الناس عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى. بتمر سنين من الطاعة والعبادة ومجالس العلم اللي بيعملها ال5 رجال الصالحين دول، بيبدأوا يهدوا ناس كتير جدا وناس كتير جدا بيحبوهم ويتعلقوا بيهم. ومع مرور السنين ال5 رجال دول بيبدأوا يكبروا في السن وبيجي ميعاد موت كل واحد فيهم، بيبدأوا يموتوا واحد ورا التاني. وطبعا بعد وفاتهم الناس بيزعلوا وبيحزنوا عليهم جدا، لان هم كان لهم دور كبير جدا في هدايه الناس وبعدهم عن المعاصي والشهوات. وهنا كانت فرصه ابليس ان هو يبدا اول خطوه من خطواته عشان يودي الناس ناحيه المعاصي، عشان يودي الناس ناحيه الضلال والبعد عن عباده ربنا سبحانه وتعالى. فيقال الله اعلم ان في الوقت ده ابليس اتمثل للناس، بدأ يقول لهم انا عايز اقول لكم فكره حلوه جدا، انتوا بتحبوا الناس دول ولازم تفضلوا فاكرينهم طول عمركم. طول ما انتوا فاكرينهم هتفضلوا تعملوا الاعمال الصالحه اللي هم معلمها لكم، وعشان تفضلوا فاكرينهم ويفضل ذكراهم في دماغكم فلازم نعمل حاجه تخليكم فاكرين الناس دي وما تنسوهمش ابدا. ابليس قال لهم انا هعمل لكم 5 تماثيل لل5 رجال، كل واحد فيهم هيتحط في المجلس اللي هو كان بيقعد فيه وتروحوا عنده في المجلس زي ما انتوا بتروحوا، وفي الوقت ده هتفتكروا الاعمال الصالحه وحب ربنا سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته، فهتفضلوا تروحوا للمجالس في نفس الاماكن اللي هم كانوا بيقعدوا فيها، هتلاقوا التماثيل بتاعتهم فهتفتكروا عباده ربنا سبحانه وتعالى. في الوقت ده هتدعوا ربنا وهتطيعوه وهتعملوا نفس الاعمال اللي هم كانوا بيعلموها لكم. طبعا الفكره كانت فكره عبقريه جدا والناس رحبوا بيها جدا. ابليس صنع 5 تماثيل لل5 رجال الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وحط التماثيل دي في ال5 اماكن اللي هم كانوا بيقعدوا فيها. فعلا ده اللي حصل، الناس بقوا بيروحوا عند التماثيل ويبداوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، بيبداوا يعبدوا ربنا ويفتكروا الاعمال الصالحه اللي المصلحين دول كانوا بيعلموها لهم. فكانوا بيروحوا عند التماثيل ويبداوا يعلموا بعض ويذكروا بعض بالاعمال الصالحه دي. واستمر الوضع على كده سنين طويله جدا، وابليس واقف بيتفرج عليهم وبيتابع الخطه اللي هو حاططها خطوه بخطوه. وبمرور السنين الجيل اللي عاش مع ال5 الصالحين دول بيموت، وابنائهم كمان بيموتوا واحفادهم بيموتوا، بينشأ جيل جديد ما يعرفش حاجة عن ال5 الصالحين دول، ولا يعرفوا ال5 تماثيل دول، ولا يعرفوا أصحابهم، ولا يعرفوا هم موجودين ليه أصلا، ولا يعرفوا مين اللي عملهم، ولا يعرفوا إيه فايدتهم. لكن كل اللي يعرفوه إن هم كانوا بيشوفوا آبائهم وأجدادهم بيروحوا عند التماثيل دي ويعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ويدعوا ويصلوا. فأماكن التماثيل دي بالنسبة لهم كانت زي المساجد كده بالنسبة لنا، المكان اللي احنا بنتجمع فيه عشان نصلي لربنا سبحانه وتعالى. وهنا جت خطوة جديدة من خطوات الشيطان. الشيطان بدأ يتمثل لهم ويقول لهم إن ال5 تماثيل دول كانوا 5 رجال صالحين، كانوا اهلهم بيعبدوهم عشان يقربوهم لربنا سبحانه وتعالى. فالتماثيل او الاصنام دي هي الوسيله اللي انت تقدر بيها تقرب لربنا سبحانه وتعالى، لانك كبشر عبد صغير جدا ما تقدرش توصل لربنا سبحانه وتعالى، انت محتاج وسيط او وسيله توصلك لربنا سبحانه وتعالى، والتمثال ده هو الوسيط او الوسيله اللي هتوصلك لربنا سبحانه وتعالى. ابليس بيبدا يتكلم مع الناس ويقنعهم ان دعائهم ده مش هيوصل لربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى مش هيسمع ليهم ومش هيستجيب ليهم. فكل واحد فيهم باعماله الصالحه القليله دي محتاج حد تكون اعماله الصالحه كبيره تقدر توصله لربنا سبحانه وتعالى. فهو اقنعهم ان عبادتهم للاصنام هي الوسيله اللي هتخليهم يتقربوا لربنا سبحانه وتعالى. ابليس قدر يقنعهم ان هم يدعوا ويطلبوا من التماثيل او الاصنام دول، والاصنام دول بدورهم هيكونوا هم الوسطاء،
هم اللي هيوصلوا الدعاء ده لربنا سبحانه وتعالى بعد كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عنهم: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فهم كانوا بيقولوا ان هم بيعبدوا الاصنام دي عشان تقربهم لربنا سبحانه وتعالى، عشان الاصنام دي تكون هي الوسيط او الوسيله اللي هتقربهم لربنا سبحانه وتعالى. ابليس فهمهم واقنعهم ان اجدادهم وابائهم كانوا بيعبدوا الاصنام دول عشان هم اللي بيدوهم المطر، هم اللي بيرزقوهم، وهم اللي بيدوهم الخير والبركه. وفعلا لما كان الناس بيروحوا يدعوا الاصنام دول ويطلبوا منهم ان هم يرزقوهم، كان ابليس بيسخر الشياطين بتوعه ان هم يوصلوا للناس الحاجات اللي هم عايزينها. يعني مثلا لما كان واحد يروح يدعي صنم من الاصنام ان هو عايز ياكل، كان يرجع البيت يلاقي الاكل محطوط عنده. الموضوع وصل كمان ان ابليس كان بيسلط الشياطين ان هم يتلبسوا الناس، كانوا بيتلبسوا الناس ويصيبوهم بالامراض، وبالتالي الناس كانوا بيروحوا عند الاصنام ويدعوهم ان هم يخففوا عنهم، ان هم يرفعوا عنهم المرض والشده دي. فلما الناس كانوا بيروحوا يدعوا الاصنام دول عشان يخففوا عنهم ويرفعوا عنهم المرض ده، كان الشياطين بيسيبوهم ويخرجوا منهم، وبالتالي المرض اللي هم كانوا حاطينه فيه يتشال ويرجعوا سلام وما فيهمش اي حاجه. فكانوا مصدقين جدا ان الاصنام دي هي اللي بتنفع فعلا وبتضر، وبداوا يدعوا ويطلبوا ويعبدوا الاصنام دول، وبقى فاكرين ان هم دول الالهه فعلا، وهم دول اللي بيعطوا وبينفعوا وبيضروا. واستمر الحال على كده سنين طويله جدا من الضلال والعصيان والشرك بالله سبحانه وتعالى وعباده الاصنام، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعث سيدنا نوح عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. سيدنا نوح عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى بعثه عشان يرجع الناس ناحية عبادة ربنا سبحانه وتعالى، عشان يرجع عبادة التوحيد، عشان يبعد الناس ناحية المعاصي والشهوات والشرك بالله سبحانه وتعالى، عشان يبدأ يعلم الناس ويفهمهم ان ربنا سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ويخليهم يبطلوا يعبدوا الأصنام اللي هي لا بتنفع ولا بتضر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فسيدنا نوح عليه السلام كان أول رسول ربنا سبحانه وتعالى يبعثه للناس عشان يهدي الناس ويرجعهم لعبادة ربنا سبحانه وتعالى وعدم الإشراك بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أبو العباس شو، القناة اللي دايما متعودين نقدم عليها قصص ومعلومات مشوقة وممتعة جدا، وفيديوهاتنا اللي دايما بتكون بتجمع بين المتعة والفايدة. فإن شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. الفيديو ده هو جزء من أجزاء سلسلة بداية الخلق، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن كل مراحل الخلق من أول بداية الخلق لحد ما وصلنا عند قصة سيدنا إدريس عليه السلام. السلسلة دي هتظهر معاك في حرف الآي اللي موجود فوق، وكمان هتلاقيها في وصف الفيديو. اتفرج على كل فيديوهات السلسلة دي عشان تقدر تتابع وتكمل معانا الأحداث. فلو ده أول فيديو تشوفه ليا، انزل بسرعة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. كمان ما تبخلش علينا باللايك والكومنت والشير، لأن ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لأكبر عدد من الناس. يقال والله اعلم ان قوم سيدنا نوح كان اسمهم بنو راسب. سيدنا نوح عليه السلام بدا اول حاجه ان هو يفهم الناس ويعلمهم ان ربنا سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وان الاصنام دي لا بتنفع ولا بتضر، ولا هي حتى وسيله توصلهم لربنا سبحانه وتعالى، وان كل اللي هم بيعملوه ده شرك بربنا سبحانه وتعالى ونتيجته هتكون دخولهم النار، وانهم لو رجعوا لربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لهم كل الذنوب اللي هم عملوها دي. فضل يدعي الناس لعباده ربنا سبحانه وتعالى وترك الاصنام، وكان دايما بيحذرهم ان اللي هم بيعملوه ده هيكون سبب في عذابهم وهلاكهم. اللي امنوا واستجابوا لدعوه ورساله سيدنا نوح عليه السلام هم الضعفاء والفقراء من قومه، لكن الاغنياء واصحاب السلطه والنفوذ والمال رفضوا كل اللي هو بيقوله، رفضوا الرساله اللي جاي بيها سيدنا نوح وفضلوا على شركهم بالله سبحانه وتعالى. الاغنياء واصحاب السلطه والنفوذ فضلوا يقولوا له: انت بشر زينا زيك، فلو اللي انت بتقوله ده فعلا صح ما كانش الاله اللي انت عايزنا نعبده ده يبعت لنا بشر زينا زيه، كان يبعت لنا ملك من الملائكه عشان نصدقه ونؤمن بيه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وكمان كل اللي اتبعوك دول الفقراء والضعفاء اللي ما لهمش حتى رأي وسطنا، ولا ليهم سلطة ولا ليهم نفوذ. فأنت إزاي عايز تساوي في الدعوة بتاعتك دي بين الفقراء والضعفاء وبين سادات القوم؟ إزاي عايز تساوينا مع الناس اللي ما لهمش أي رأي واللي رأيهم أصلا لا يعتد بيه ولا بنبص له أساسا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فانت كذاب واحنا مش مصدقينك، وكمان انت دلوقتي بتقول تعالوا نعبد اله واحد بس. الكلام ده معناه ان ابائنا واجدادنا كانوا غلط، كانوا على ضلال وهيخشوا النار زي ما انت بتقول يعني. فاحنا مستحيل نصدقك، مستحيل يكون ابائنا واجدادنا غلط، احنا ماشيين على نفس الخطى اللي هم كانوا ماشيين عليه. سيدنا نوح عليه السلام كان بيدعو قومه بالليل وبالنهار، كان بيدعو قومه في كل الاوقات عشان يحاول يرجعهم لعباده ربنا سبحانه وتعالى، كان بيدعوهم كمان في السر وفي العلن، لدرجه ان هو كان بيروح للناس في بيوتهم ويبدا يتكلم معاهم واحد ورا التاني، ياخد الناس على جنب ويبدا يتكلم معاهم. كان كمان بيجمعهم في مجالس ويبدا يدعوهم كلهم،
كان بيدعوهم في السر وفي العلن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وفي بعض الأحيان كان بيدعوهم باللين ويقول لهم إن عبادة ربنا سبحانه وتعالى هتكون هي السبيل للجنة، وفي بعض الأحيان يدعوهم بالشدة ويقول لهم إن كفرهم وبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى وعبادتهم للأصنام هتكون سبيل لهلاكهم وضلالهم وعذابهم. فسيدنا نوح عليه السلام عمل كل حاجة مع قومه. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فسيدنا نوح عليه السلام حاول بكل الطرق إن هو يدعو قومه ويرجعهم. كان بيدعوهم بالليل وبالنهار، بالشدة وباللين. كان بيحاول بكل الطرق وكل الوسائل إن هو يساعدهم ويقربهم لربنا سبحانه وتعالى. كان بيحاول يبعدهم عن عبادة الأصنام وبعدهم عن المعاصي والشهوات ويرجعهم لربنا سبحانه وتعالى الواحد الأحد. لكن دايما قومه كانوا بيرفضوا رسالته وكلامه عن ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة إن هم كانوا حتى بيرفضوا يسمعوا له أو يشوفوه. لما كان بيدعوهم ويكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى كان بيحطوا صوابعهم في ودانهم عشان ما يسمعوهوش. وصل كمان بيهم الحال إن هو لما يجي يقف قدامهم ويكلمهم يغطوا وشهم بثيابهم وبهدومهم عشان ما يشوفوهوش، فولا عايزين يشوفوه ولا عايزين حتى يسمعوه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قوم سيدنا نوح عليه السلام استمروا على كفرهم، استمروا على عصيانهم وعنادهم وكفرهم، استمروا على شركهم بالله سبحانه وتعالى وعبادتهم للأصنام. فضل الأغنياء وأصحاب النفوذ يسخروا من سيدنا نوح عليه السلام ويستهزئوا بيه، وكمان يستهزئوا بالضعفاء والفقراء اللي اتبعوا سيدنا نوح عليه السلام وآمنوا برسالته. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. في يوم من الأيام الأغنياء وأصحاب النفوذ راحوا لسيدنا نوح عليه السلام، طلبوا منه إن هو يطرد كل الضعفاء والفقراء اللي بيآمنوا بيه عشان يوافقوا إن هم يقعدوا معاه ويسمعوا له. قالوا له: لو طردتهم هنوافق إن إحنا نقعد معاك ونسمع الرسالة والدعوة اللي أنت بتدعوها. سيدنا نوح عليه السلام طبعا رفض اللي هم بيقولوه، قال لهم: أنا ما أقدرش أطرد المؤمنين اللي بيتبعوني وبيتبعوا الرساله اللي انا جاي بيها، ده دول هم اللي سمعوني وامنوا برسالتي في الوقت اللي انتوا كنتوا بتقولوا لا، الوقت اللي انتوا كنتوا بتقولوا احنا مش هنآمن بيك ومش هنسمع لك اصلا، في الوقت اللي انتوا كنتوا بتسدوا ودانكم وبتنزلوا الهدوم على وشكم عشان ما تشوفونيش، جايين دلوقتي تقولوا له اطرد المؤمنين عشان نقعد نسمع لك؟ لا، انا ما اقدرش اطردهم لان دول امنوا بربنا سبحانه وتعالى، لو انا طردتهم هبقى ظالم ومحدش هيقدر ينصرني من ربنا سبحانه وتعالى بسبب اللي انا عملته ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. قوم سيدنا نوح وصل بيهم الحال إن هم يتهموا سيدنا نوح بالضلال والجنون، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. سيدنا نوح فضل يحاول مع قومه كتير جدا، وكل مرة يحاول يقول لهم إن أنا بنصحكم، أنا مش عايز منكم لا أجر ولا فلوس، كل اللي أنا عايزه إن أنتوا ترجعوا تأمنوا بربنا سبحانه وتعالى وتبعدوا عن عبادة الأصنام والشرك بالله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فضل سيدنا نوح عليه السلام يحاول مع قومه يوم ورا يوم، سنة ورا سنة، وللأسف ما كانش بيآمن من قومه أي حد غير اللي آمنوا معاه في البداية، فعدد المؤمنين ما كانش بيزيد. فضل المؤمنين اللي آمنوا معاه في بداية الدعوة بس هم اللي مكملين معاه، محدش فيهم بيآمن زيادة. سيدنا نوح عليه السلام فضل يدعو قومه 950 سنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. سيدنا نوح فضل يحاول معاهم كتير جدا لحد ما هم أصلا نفسهم ما بقوش عايزين يسمعوا له، لحد ما وصل بيهم الحال إن هم قالوا له: أنت اتكلمت معانا كتير وجادلت معانا كتير، إحنا بقى عايزين نشوف العذاب اللي أنت عمال توعدنا بيه ده، عايزين نشوف إيه اللي هيحصل فينا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما انتم بمعجزين. سيدنا نوح عليه السلام قال لهم: مش انا اللي هجيب لكم العذاب اصلا، مش انا اللي هعذبكم، العذاب ده هيجي من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ده هو الرزاق، هو اللي بيرزقكم بالمال والبنين، ربنا هو اللي بيرزقكم بالجنات والانهار والخير اللي انتم عايشين فيه. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. سيدنا نوح عليه السلام فضل يحاول مع قومه، كان لسه عنده امل رغم ان هم قالوا له هات العذاب اللي عندك، كان زعلان جدا وحزين جدا عليهم وكان نفسه ان هم يرجعوا ويامنوا بربنا سبحانه وتعالى. فضل يحاول معاهم وكان عنده امل ان هم يرجعوا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اوحى له ان محدش هيامن تاني. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ربنا سبحانه وتعالى اوحى سيدنا نوح عليه السلام ان مفيش اي حد هيامن زياده، محدش هيآمن من قومك إلا اللي آمنوا خلاص، فما تتعبش نفسك وتحاول وتجاهد معاهم لأن أصلا محدش فيهم هيؤمن، محدش هيؤمن إلا اللي آمنوا معاك. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده أوحى له إن هو يصنع السفينة. السفينة دي كانت حاجة مش معروفة أصلا في الوقت ده، ما كانش في حاجة اسمها سفينة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ربنا سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا نوح وعلمه إزاي يصنع السفينة،
ازاي يقطع الاشجار ويحطها جنب بعضها ويرصها ويصنع بيها سفينه تمشي على الميه. سيدنا نوح عليه السلام قرر ان هو ياخد اهله ويهاجر ويسافر لمكان بعيد عن قومه، لانه خلاص بقى عارف ان محدش هيامن جديد، ويبداوا يزرعوا الاشجار عشان يستخدموها بعد كده في صناعه السفينه. بدا سيدنا نوح عليه السلام يزرع اشجار كتيره جدا في الارض، ومع مرور السنين الاشجار دي بدات تكبر، وبدا يقطع الاشجار دي ويصنع منها الواح يرصهم جنب بعضهم ويربطهم في بعض ويصنع منهم السفينه. قوم سيدنا نوح عليه السلام كانوا بيمروا عليه وهو بيصنع السفينه، فكانوا بيسالوه عن الحاجه اللي هو بيعملها دي، ما كانوش عارفين ايه اللي هو بيعمله ده. فلما فهمهم وعلمهم ان دي سفينه وانها هتطفو على الميه وهيركبوها، كانوا دايما بيستهزئوا بيه، كانوا بيقولوا يعني ايه سفينه هتطفو على الميه؟ هو في هنا ميه اصلا؟ انت صانع سفينه في الصحراء وبتقول ان هي هتمشي على الميه؟ فين الميه اللي انت بتتكلم عليها دي اساسا؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ربنا سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا نوح عليه السلام إن هو يحط في السفينة دي من كل زوجين اثنين، يعني من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكر وانثى. فبدا سيدنا نوح عليه السلام يحط من كل الحيوانات اللي موجوده على الارض في السفينه، كل انواع الحيوانات اللي موجوده على الارض، الزواحف والدواب والحشرات والطيور وكل حاجه موجوده على الارض، حتى اذا جاء امرنا وفار التنور ولنحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. سيدنا نوح عليه السلام بأمر وحي من ربنا سبحانه وتعالى قدر يصنع سفينة عملاقة وكبيرة جدا. بعض العلماء بيقول إن السفينة كانت متكونة من 3 أدوار. ربنا سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا نوح إن هو يحط في الدور الأولاني الحيوانات والدواب والزواحف، ويحط في الدور الثاني البشر المؤمنين اللي آمنوا برسالته، ويحط في الدور الثالث الطيور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ويقال كمان والله أعلم إن زوجة سيدنا نوح عليه السلام وواحد من أبنائه الأربعة ما كانوش بيؤمنوا برسالته، وكانوا بيتهموه كمان بالجنون مع قومهم، وكانوا بيسخروا منه وبيقولوا له ان انت مجنون وكل اللي انت بتعمله ده كلام فاضي ومش حقيقي، وان مفيش طوفان هيحصل ولا حاجه وهنفضل نعبد الاصنام اللي انت بتنهانا عنها. ورفضوا يؤمنوا برساله سيدنا نوح عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا نوح عليه السلام ان هو ما يركبش زوجته اللي ما امنتش بيه ولا ابنه اللي رفض دعوته. ويقال كمان والله اعلم ان هم اللي رفضوا ان هم يركبوا معاه. وربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا نوح عليه السلام ان في وقت من الاوقات هتحصل علامه هتكون هي بدايه العذاب، وهتكون هي بدايه الطوفان اللي هيهلك ويموت كل الكفار اللي موجودين على الارض. العلامه دي هي التنور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى اذا جاء امرنا وفار التنور. تعالوا نعرف مع بعض ايه هو التنور ده اصلا. التنور ده هو الفرن البلدي اللي كان موجود زمان عند الفلاحين. التنور ده بيتعمل من قوالب الطوب، يبداوا يرصوا قوالب الطوب دي جنب بعضها داير ما يدور لحد ما يعملوا حاجه زي نص الكوره كده، نص كوره مفرغ وتقدر تدخل جواه الاكل او الحاجه اللي انت عايز تسويها. فهم كانوا بيجيبوا الاخشاب يحطوها جوه التنور ده ويولعوا فيها لحد ما الاخشاب دي تتحول لجمر وفحم. بعد كده يخبزوا العجين ويصنعوا منه العيش ويحطوه في الجوانب بتاعه التنور. بعد كده الحراره اللي طالعه من الاخشاب دي بتسوي العجين ده وبتحوله لخبز. فالتنور ده هو الفرن البلدي اللي كانوا بيصنعوا فيه الخبز زمان. فالعلامه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا نوح عليها ان هي هتكون بدايه الطوفان وبدايه العذاب، ان التنور ده اللي هما بيصنعوا فيه الخبز هيطلع منه ميه، هيتملي بالميه. فلما الميه تخرج من التنور ده معناه ان دي بدايه العذاب، ده بدايه الطوفان اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا نوح ان هو هيكون هلاك لقومه. العلماء مختلفين في عدد البشر اللي ركبوا السفينه. بعض العلماء بيقول ان اللي ركبوا السفينه من البشر كانوا 7 بس، سيدنا نوح عليه السلام وابنائه ال3 سام وحام ويافث وزوجاتهم ال3. لكن الراي الارجح والصحيح ان هم ما كانوش 7 بس، كان معاهم كمان المؤمنين اللي امنوا بربنا سبحانه وتعالى وامنوا برساله سيدنا نوح عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها آية للعالمين. وبعض العلماء بيقولوا ان هم 80 وبعضهم بيقول ان هم 70، فالله اعلم العدد كان كام. ولما جه وقت العذاب ربنا سبحانه وتعالى اوحى للسماء ان هي تتفتح، ابواب السماء اتفتحت ونزل منها امطار شديده جدا، امطار قويه جدا غرقت الارض. كمان ربنا سبحانه وتعالى اوحى للارض ان هي تفجر عيون. الارض اتفجرت منها عيون في كل مكان، كل مكان على الارض بقى بيطلع ميه، بقت الميه بتنزل من السماء وبتطلع من الارض، كميه ميه رهيبه جدا لدرجه ان الارض كلها غرقت بالكامل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. الطوفان العظيم حصل، الأرض كلها بالكامل غرقت، كل الكفار اللي كانوا موجودين على الأرض غرقوا وماتوا. ما فضلش على الأرض في الوقت ده غير السفينة اللي موجود فيها سيدنا نوح عليه السلام وأهله والمؤمنين اللي آمنوا معاه والحيوانات والطيور اللي ربنا سبحانه وتعالى أوحى له إن هو يدخلهم فيها. ما كانش فاضل على الأرض أي مخلوق غير اللي هم موجودين في السفينة في الوقت ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. سيدنا نوح عليه السلام وهو راكب السفينه شاف ابنه موجود على جبل،
فضل يندى عليه ويقول له تعالى اركب معانا، لو انت ما ركبتش انت هتموت، انت هتغرق. لكن ابنه كان على ضلال، ابنه رفض ان هو يركب معاه وقال له لا انا هطلع فوق الجبل والجبل ده هيعصمني من الميه، الميه عمرها ما هتوصل للجبل. لكن ربنا سبحانه وتعالى وصف الموج وقال ان الموج ده كان زي الجبال، الموج كان مغطي الجبال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سيدنا نوح عليه السلام كان نفسه ابنه يركب معاه، كان نفسه ابنه ينجو من العذاب ومن الغرق، ودعا ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا سبحانه وتعالى نهاه وقال له ان ابنك ده مش من اهلك، ابنك ده عمل غير صالح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بعض العلماء بيقولوا إن تفسير إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إن هو كان ابن زنا وإن هو ما كانش ابن سيدنا نوح عليه السلام، لكن الرأي الأرجح والصحيح إن هو كان ابنه فعلا. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، المقصود بيها إن هو كفر بدعوته وما آمنش بيه، لكن هو ابنه فعلا، مش إن هو يعني كان ابن زنا أو كان ابن مراته. يقال والله أعلم إن الطوفان استمر على الأرض 40 يوم، 40 يوم من الأمطار وتفجير العيون على الأرض، 40 يوم من المية اللي مغطية الأرض بالكامل، 40 يوم السفينة ماشية على المية لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أمر الأرض إن هي تبلع المية وأمر السماء إن هي توقف المطر. وفي الوقت ده السفينة استقرت على جبل الجودي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعض العلماء بيقولوا ان جبل الجودي ده موجود في الموصل في العراق، وبعضهم بيقول ان هو موجود في تركيا، فالله اعلم هو موجود فين. ومع استقرار السفينه على جبل الجودي بينتهي العهد الاول من البشريه ويبدا العهد الثاني من البشريه. العهد الثاني من البشريه ده بيبدا من ذريه سيدنا نوح عليه السلام، فكل البشر اللي موجودين على الارض دلوقتي من نسل سيدنا نوح عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني كل البشر جم من ذريه سيدنا نوح عليه السلام، لان كل البشر اللي كانوا موجودين قبل كده ربنا سبحانه وتعالى اهلكهم في الطوفان. والعلماء بيقولوا ان المؤمنين اللي ركبوا مع سيدنا نوح السفينه ما خلفوش، وان ما فيش اي حد خلف بعد الطوفان غير ذريه سيدنا نوح عليه السلام، فكل البشر اللي جم بعد كده من ذريه سيدنا نوح عليه السلام. والعلماء مختلفين في سبب عدم خلفه المؤمنين اللي ركبوا مع سيدنا نوح السفينه. بعض العلماء بيقولوا ان هم اصابهم العقم بسبب الاهوال اللي هم شافوها في الطوفان، وبعض العلماء بيقول ان هم اول ما نزلوا من السفينه ربنا سبحانه وتعالى امات كل المؤمنين اللي نزلوا مع سيدنا نوح عليه السلام، وما فضلش على الارض في الوقت ده غير سيدنا نوح عليه السلام وابنائه الثلاثه وزوجاتهم سام وحام ويافث. وعشان كده العلماء بيقولوا ان سيدنا نوح عليه السلام هو ابو البشريه الثاني، فابو البشريه الاول هو سيدنا ادم عليه السلام، وابو البشريه الثاني هو سيدنا نوح عليه السلام، فكل البشر اللي عايشين دلوقتي من نسل ومن ذريه سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام امر ابنائه الثلاثه ان كل واحد فيهم ياخد زوجته ويسافر على حته من الارض، كل واحد فيهم يسافر على منطقه من الارض يعيش فيها ويتكاثر ويعمرها، وفعلا ده اللي حصل. كل واحد من ابناء سيدنا نوح عليه السلام سافر على حته من الارض. العلماء بيقولوا ان سام راح عاش في شبه الجزيره العربيه فهو ابو العرب والفرس والروم، وان حام راح عاش في شمال افريقيا فهو ابو القبط والسودان والبربر، القبط اللي هم اهل مصر والسودان والبربر اللي هم اهل شمال افريقيا، وان يافث راح عاش في شرق اوروبا فهو ابو الترك والصقالبه وياجوج وماجوج، والله اعلم. واستمر الوضع على كده سنين طويله جدا من تعمير ابناء سيدنا نوح عليه السلام الارض، كانوا بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وبيوحدوا بيه وما كانش موجود على الارض اي شرك بالله ولا عباده اصنام. استمر الوضع على كده سنين طويله جدا من عباده ربنا سبحانه وتعالى الواحد الاحد، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اذن بقبض روح سيدنا نوح عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى توفى سيدنا نوح عليه السلام وعاش في الارض ابنائه واحفاده وذريته من بعده، فضلوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ويوحدوه، وما كانش موجود على الارض اي ضلال او عصيان، ما كانش موجود على الارض اي شرك بالله، واستمرت الحياه على الارض بتوحيد ربنا سبحانه وتعالى لحد ما رجعوا الناس تاني يشركوا بربنا سبحانه وتعالى ويعبدوا الاصنام. وده ان شاء الله هيكون موضوعنا في الفيديوهات اللي جايه. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، فيا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات دي واستمتعتوا بيها. احنا اتكلمنا النهارده عن قصص سيدنا نوح عليه السلام والطوفان العظيم وبدايه العهد الثاني للبشريه، فان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنكمل كلامنا عن باقي الاحداث والقصص اللي هتحصل بعد كده. فيديو النهارده هو جزء من اجزاء سلسله بدايه الخلق، السلسله هتظهر معاك في حرف الاي اللي موجود فوق، اتفرج عليها عشان تتابع معانا بقيه القصه والاحداث. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناه انزل بسرعه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد.
تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. ما تنساش كمان تدعمنا باللايك والكومنت والشير، ان ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لاكبر عدد من الناس. كمان هنستنى ارائكم واقتراحاتكم للفيديوهات اللي جايه. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.